بيان إلى الرأي العام: إننا نهيم بنساء مدينة منبج وريفها أن يكن على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهن وتحدي كافة الظروف الصعبة، لأن المتضرر الأكبر دائما من أي فعل مسيء في المجتمع هي المرأة، فهناك آفة خطيرة تحرق وتدمر المجتمع. تنطلق هذه الآفة من المنزل، وهي آفة تعاطي المخدرات التي انتشرت في الفترة الأخيرة للأسف الشديد. إن هذه السموم التي يروج لها أعداء الإنسانية والحرية وأعداء المجتمع، فهذه الظاهرة التي وجدت في مجتمعنا هي من صناعة الاحتلال الذي يريد أن يكون شعبنا عاجزا ومنهكا، ويحقق بذلك أهدافه في تجنيد عقول شبابنا وشاباتنا الذين أقدموا على التعاطي ويقومون بأفعال تخريب وتدمير. فهم يشترون الأشخاص بهذه المواد المخدرة التي دأب أبناؤنا وبناتنا إلى الهرولة إليها، فهذه جريمة بحق أنفسهم أولا وبحق مجتمعهم ثانيا. وبالرغم من وجود قوانين في كل أنحاء العالم بما يخص محاسبة الاتجار بالمواد المخدرة وتعاطيها، إلا أن ذلك لم يردع بشكل كافي. يجب علينا أن نوضح للمتعاطين أن هذا السم القاتل يؤدي إلى الهلاك حتما، فنصيب النازلين به سهاد فإفلاس فيأس فانتحار. فيجب أن نعي مخاطر هذه الظاهرة، إما أن يقتل أقرب الناس إليه أو يقتل نفسه إذ لم تتوفر له هذه المادة. والمرأة أيضا هي ضحية بسبب انتشار هذه الظاهرة، فأصبحت تقتل وتقتل لأنها تتعرض للاستغلال ويمارس ضدها أساليب الحرب الخاصة من أجل إضعاف طاقاتها وإمكانياتها. لذا نحن نساء مدينة منبج وريفها سوف نقف في وجه هذه الظاهرة الخطيرة التي تحرق الأخضر واليابس، وذلك من خلال إطلاق حملة توعية تحت شعار لنجعل حياتنا أفضل بوعينا وتنظيمنا. وتنطلق الحملة بتاريخ 6/4/2023 بعقد اجتماعات وإعطاء محاضرات توعوية بصدد هذا المرض الخبيث الذي ليس له علاج سوى الإرادة القوية والإقلاع عن التعاطي. نحن على أمل ويقين بأننا سوف ننتصر ونحقق النجاح، وسوف نساعد بعلاج من تورط وتوعية من لم يتورط بمخاطر التعاطي. فكلنا مسؤولون عن سلامة مجتمعنا، لنعمل معا من أجل بنائه بشكل صحيح وسليم. معا نجعل مجتمعنا أكثر وعيا وأمانا وسلام، لا لتعاطي المخدرات، لا لتعاطي المخدرات، لا لقتل النساء.